مدرسة بتهين الرجالة، هي إيه الحكاية؟ سماح صبحي مدرسة الفلسفة في الإسكندرية، والحقيقة هي مدرسة مشهورة جدًا وموجودة في عدد من السناتر، وكتير من الطلاب بيروحوا لها لإنها تتكلم بأسلوب يتواكب مع العصر الحقيقة اللي إحنا عايشين فيه. الغريبة والجديد إن سماح صبحي دايمًا بتتكلم وبتضرب أمثلة في محاضرات الفلسفة بتاعتها في عدد كبير جدًا من الجماهير، يعني الطلاب والطالبات اللي موجودين وقاعدين قدامها في قاعة المحاضرة الضخمة جدًا، لكن عملت حاجتين في توقيت واحد. الحاجة الأولانية إن هي من حوالي أسبوع أو 10 أيام تجاوزت في حق نادي الزمالك، وكانت بتتكلم بتقول مين أهلاوي هنا، فتقريبًا كل القاعة رفعت إيديها، وبعدين راحت جاية قايلة طب مين بواب هنا؟ فعدد رفع إيديه إشارة إلى البوابين وإلى نادي الزمالك، اللي اعتبرها مشجعين النادي الزمالك إهانة لا تُقبل ولا تُغتفر، وكمان اعتبرها مشجعين النادي الأهلي ومشجعين الكرة المصرية والمصريين اللي أبدًا ما بيحبوش التعصُّب في الكورة ولا التعصُّب في الحياة، اعتبروها إهانة لنادي الزمالك. عدّى الموضوع وخلاص، وما خدش زخم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي لحد ما حصل من يومين أو من 3 أيام. سماح صبحي كانت بتشرح في المحاضرة، وبعدين عايزة توصّل المعلومة، فقالت، وطبعًا كل اللي موجودين تقريبًا معظمهم بنات، فقالت إن كل الرجال أندال، كل الرجال أندال، وبدأت تسمي أحمد ندل ومحمود ندل ومش عارف مين ندل وشريف ندل، وبدأت تتكلم عن أن الرجال أندال. هذا ما اعتبره الرجال والنساء الشباب والفتيات في مصر إهانة للرجل، وإن هذه معلمة المفروض إنها معلمة الأجيال، ما تنفعش أبدا تقول مثل هذه الألفاظ ولا تتلفظ بمثل هذه الإيحاءات. هي تعتبر إيحاءات قامت بها الأستاذة سماح صبحي ضد كل الرجال في محاضرة المفروض إنها محاضرة تربوية بتشرح مادة اسمها مادة الفلسفة، والمفروض كمان إن هي مربية أجيال، وإن هي بتعلم هؤلاء البنات والولاد معنى التربية. فمش معنى كده إن هي تقول هذا الكلام وهذه الألفاظ اللي اعتبرت إيحاءات وإهانات للمجتمع المصري بشكل عام بعيدا عن الرجل والمرأة. ظاهرة سماح صبحي هي ظاهرة التيك توكر واليوتيوبرز والبلوجرز اللي انتشرت في المجتمع المصري في السنوات القليلة الماضية، وبقينا نشوف المدرس مهتم بالمشاهدات واللايقات أكثر ما هو يكون مهتم بالعملية التعليمية. مش عارفين ايه اللي هيحصل معاها، لان في بعض المحامين قدموا بلاغات، فهل هتحاسب سماح صبحي ام سيمر الموضوع مرور الكرام؟ ده اللي هنشوفه، واكتبوا لنا رأيكم في التعليقات.